بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ تعالوا هنعمل مع بعض النهاردة طبق حلويات بطريقة سهلة وبسيطة، ويا رب الطريقة تعجبكم بإذن الله. الحلويات اللي هنعملها مع بعض النهاردة هنعمل صوابع زينب. المكونات بتاعتها موجودة في كل بيت وما هيش مكلفة، وممكن اي حد يعمل الصنف ده ويعمل حاجة كويسة او حاجة حلويات في بيته لأولاده. هيبقى معانا كوبايتين دقيق يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده، دقيق فاخر علشان يبقى كويس معانا في العجن. وهيبقى معانا كمان نص كوباية دقيق سميد من بتاع البسبوسة. لو متوفر عندنا دقيق ذرة برضو ممكن يحل مكان دقيق البسبوسة ده. كمان هيبقى معانا باكو فانيليا عشان يدي للعجينة ريحة حلوة. ومعانا 4 معالق سمنة كبار، اي نوع سمنة تحب تضيفيه، سمنة صناعي سمنة بلدي اللي انت عاوزاه. ومعانا كوباية مية، ومعانا بيكربونات الصوديوم او الكربوناتو بتاع الطعمية زي ما احنا بنبقى عارفينه. الحقيقة هي بتنفش العجينة هنا، ومعانا معلقة سكر كمان. كربونات الصوديوم بينفش العجينة وما بيخليهاش تقب مننا، وما بيغيرش شكلها لما بنيجي نقليها وتفضل محتفظة بالشكل الجميل بتاعها. هنجيب بقى بولة فاضية كبيرة نعرف نعجن فيها، وهنضيف الدقيق بتاعنا بعد ما نخلناه، وهنضيف عليه الفانيليا بتاعتنا، وبعد كده هنضيف عليه بقية المكونات اللي عندنا. هنخلي المية ديت آخر حاجة للعجن. ضفنا الدقيق الذرة هوت او الدقيق بتاع البسبوسة. بعد كده بنضيف السمنة بتاعتنا 4 معالق زي ما احنا قلنا على كوبايتين دقيق. كمان يا حبايب قلبي هنضيف ربع معلقة من كربونات الصوديوم او الكربونات بتاع الطعمية، وهنضيف معلقة سكر. السكر هنا بيخلي صوابع زينب لما بنيجي نحمرها في الزيت بيديلها لون ذهبي جميل قوي وقت التحمير. وما نزودش السكر برضو قوي عشان لما نيجي نقليها ما تتحرقش مننا. بعد كده يا حبايبي بقى هنبتدي ان احنا نبس السمنة ويا الدقيق، او ان احنا نفرك السمنة في الدقيق لحد ما نوزعها على الدقيق بتاعنا كله. زي ما بنبس عجينة الكحك كده لازم توزعي السمنة في الدقيق اللي موجود معانا كله زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي. اهيت بعد ما وزعنا السمنة كلها، بعد كده بقى هنبتدي نضيف المية شوية بشوية لحد ما العجينة تلف معانا تديلنا عجينة ناعمة كده زي ما احنا شايفينها كده. مش عايزينها طرية قوي ولا ناشفة قوي عشان برضو ما نيجي نشكل العجينة ما تقطعش مننا ولا تشقق وتبوظ شكل الحلويات واحنا بنعملها. عجينة لينة كده بس تبقى جامدة معانا في الوسط كده. بعد ما عجناها ولفناها كده كويس احنا على طول بنشتغل بقى، ما بنسيبهاش لا تخمر ولا حاجة. في ناس بتضيف خميرة، بس الخميرة وقت ما بنيجي نقلي صوابع زينب بتقب العجينة مننا وتبوظ شكلها وتخليها تاخد شكل تاني او تفقدها الشكل اللي احنا عاوزينه. فهي بس معلقة بيكنج باودر او رشة كربونات الصوديوم هتخليها معاكي زي الفل. بتقطعي العجينة بتاعتك كده قد حباية الليمونة، وتبتدي ان انت تفرديها بقى على طبق شبيكة زي ما احنا شايفين كده، على اي سلك عندك يكون له واخد برضو شكل مخرم ان هو يطلع لك الشكل الجميل بتاع العجينة كده. اي حاجة متوفرة عندك ان انت لما تفردي عليها العجينة
وتلميها زي ما احنا بنشوف كده يا حبايبي، تقوم تديلك ايه الشكل الخارجي من بره، يكون شكلها ايه جميل بالشكل ده. ممكن على فكرة لو عندك مبشرة المبشرة بتاعت البصل العادية تفردي عليها برضو العجينة عادي. اي شبكة سلك برضو هتمشي معاكي وتشكل لك العجينة وتعمل لك شكل جميل برضو للصنف اللي هو الحلويات بتاع. بعد ما شكلنا صوابع زينب كلها اهوت زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله، ادت لنا الكوبايتين همت عملوا لنا كمية كبيرة وفي نفس الوقت شكلها حلو. تعالوا بقى ايه هنحمر العجينة بتاعتنا او صوابع زينب في قلب ايه الزيت. هيكون معانا يا حبايب قلبي كمية زيت حلوة ان احنا نعرف نغطي بها برضو العجينة. الزيت بتاعنا هيكون على نار متوسطة، ما نخليش النار تبقى حامية تحت منه قوي عشان برضو ايه يسوي العجينة من جوه ومن بره وتبقى مقرمشة معانا، ما تبقاش اتحمرت من بره ومن جوه ايه طرية زي ما هي، لا احنا عايزينها مستوية من جوه ومن بره. فالزيت بتاعنا يعني على نار متوسطة وما يبقاش ايه حامي قوي. وهنبتدي بقى ايه ننزل بالعجينة بتاعتنا في الزيت. ونحاول نقلبها يا حبايبي لحد ما تستوي. احنا هنا طبعا انا مجهزة الشربات بتاعنا، ببقى مجهزاها عندي ومعبيها في برطمانات، وفيه فيديو للشربات دهوت بتاع الحلويات انا بجهزه وعينه عندي، والفيديو بتاع الشربات ده موجود على القناة. اللي عايز بقى وما عندوش ممكن يجهز الشربات في نفس الوقت. وهنحمر الصوابع الزينب زي ما احنا شايفينها كده بسم الله ما شاء الله، ونقلبها من جهات للجهات تانية على النار لحد ما تتحمر معانا وتستوي من جوه ومن بره زي ما احنا قلنا يا حبايبي. شايفين ما شاء الله اخدت اللون الذهبي الجميل ومستوية ومقرمشة والله ما شاء الله. واهم حاجة انك انتي ما تعليش عليها النار زي ما احنا قلنا علشان تستوي براحتها وتكون مقرمشة من جوه ومن بره. خلاص هي كده استوت يا حبايبي، وهنبتدي بقى ان احنا نطلعها من الزيت اهوت، وهنضيفها في الشربات بتاعنا وهنحمرهم بقى لغاية ما نخلص الكمية بتاعتنا الموجودة، ونبتدي برضو نطلعها من الشربات ونحطها في مصفى على طبق علشان برضو السكر بتاعها ما يبقاش كتير. بس بننزل بيها وهي في الشربات وهي سخنة على طول، وطبعا الشربات بتاع الحلويات بيبقى بارد مش سخن. هنبتدي بقى نقلي بقية الكمية بتاعتنا اللي موجودة لحد ما تخلص معانا اهي يا حبايبي زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله. بعد ما خلاص شربت من الشربات اللي موجودة فيه هنطلعها بقى زي ما احنا قلنا. وبعد ما خلصنا قالي اهيت يا حبايبي بسم الله ما شاء الله والله مقرمشة وجميلة ومستوية من جوه ومن بره، والطريقة سهلة وبسيطة خالص، والمقادير برضو سهلة وموجودة في كل بيت. اتمنى ان الطريقة تكون عجبتكم وان الفيديو ينال اعجابكم، واحب اعرف تعليقاتكم على القناة يا حبايبي، ويسعدني وجودكم معانا، وما تنسوش الاشتراك في القناة. وكل عام وانتم بخير، واحلى صنف حلويات واحلى صوابع زينب، وبألف صحة وعافية يا رب.